وصفتنا اليوم عجينة الشيش برك بدقيق البر بأدق التفاصيل. حطيت كيلو دقيق بر ونص كيلو دقيق أبيض. الدقيق الأبيض يسهل علينا فرد العجينة ويمنع التقطيع أثناء الفرد. وحطيت ملعقة ونص من ملح الهيمالايا ونقلب الدقيق مع الملح ونبدأ نصب الموية بالتدريج ونعجن. عجينة الشيش برك لازم تكون قاسية ومتماسكة جدا عشان تنفرد معانا بكل سهولة وما تلصق في اليد. وطريقة عجنها باليد أفضل من العجانة لأنها قاسية وممكن تكسر العجانة علينا. وممكن نعجنها بالعجانة نص عجنة وبعدها نكمل العجن يدوي ألين تتماسك. ونكمل نصب الموية بالتدريج ونعجن العجينة ولا غلطة متماسكة وما تلصق. وندخلها في الكيس ونتركها ترتاح 6 ساعات لأنها بدقيق البر وتحتاج وقت طويل عشان ترتاح وما تتقطع أثناء الفرد. ولو كانت بالدقيق الأبيض يكفي إنها ترتاح نص ساعة فقط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك. باي باي.